جايه لكم بقى بطريقه تخزين ورق العنب. والله العظيم انا بقالي يمكن 15 سنه بخزن بالطريقه دي. انا يعتبر اول واحده بخزن ورق العنب في ورق الاسترتش. انا بخزن ورق الاسترتش بقالي دلوقتي حوالي 15 سنه، معتمده الوصفه دي كل سنه بعملها ما شاء الله، وبيفضل معايا من السنه للسنه واكتر كمان. على فكره لو انا قلت لكم ان ممكن يقعد معايا ورق العنب ممكن سنه ونص، يعني انا بجيب ورق عنب على ورق عنب على فكره، يعني بيبقى ما شاء الله جميل جدا، وبتطلعيه يا دوبك ميه سخنه وبيفضل معاكي اخضر وجميل. الطريقه بقى اللي جايه لكم بيها سهله جدا وبسيطه. هتجيبي ورق استرتش راب وهتفردي ورق الاسترتش كده، وورق العنب زي ما هو يا دوبك هتغسليه وهتنشفيه. اهم حاجه تنشفيه ما يكونش فيه نقطه ميه. تمام. ورق العنب اما تخزنيه لازم يكون منشفاه وما يكونش فيه نقطه ميه خالص. تمام. هتجيبيه بقى وهتفردي ورق الاسترتش راب وهتحطي عليه ورق العنب. انا بسيب العيدان بتاعت ورق العنب بلفها معاه لاني بحتاجها، لاني بحطها في ارضيه ورق العنب. اما بلف ورق العنب بحط العيدان بتاعته، لان العيدان بتاعته دي اللي بتبقى فيها المزازه كلها بتاعت ورق العنب. طبعا جات لكم من قريب اهو الفيديو من قريب اهو علشان تشوفوا طريقه التخزين. الطريقه دي انا ضمناها بقالي 15 سنه، وباكد عليكم في الفيديو بقول لكم ان انا بقالي 15 سنه بعملها. والله العظيم بقالي 15 سنه بعمل الطريقه دي، وما شاء الله ما شاء الله بتفضل معايا من السنه للسنه. جربوها وتعجبكم. وهوريكم برضو في اخر الفيديو هتشوفوا ان انا معايا لفاه بقالي سنه وممكن سنه وحوالي 3 شهور كده، ولسه زي ما هو اخضر، لسه زي ما هو الورقه بتاعته خضراء وجميله ومفيش في اي حاجه. انا طبعا قبل ما اعمل موضوع القناه دي خالص، انا من هوايتي ان انا بحب ان انا اصور حاجه وانزلها عندي على الصفحه الشخصيه بتاعتي. انا من هوايتي ان انا احب ان انا اصور اي حاجه بعملها، اكله، اي حاجه بحب اصورها وانزلها قبل ما افتح القناه بتاعتي. تمام. فانا كنت ورق العنب ده انا كنت صورته صور وكنت نزلته على الصفحه الشخصيه بتاعتي من سنين، من زمان. او بعد كده لقيت طريقه التخزين دي انتشرت بطريقه ما شاء الله. عايزه اقول لكم جربوها والله العظيم على ضمانتي ما شاء الله بيفضل معاكم اخضر من سنه لسنه، بس بشرط ان انتوا ما تخزنوا ورق العنب لازم تكونوا منشفينه جامد، ما يكونش فيه ولا نقطه ميه. تمام. لو انتوا حابين ان انتوا تخزنوه زي ما هو كده واما تطلعوه تغسلوه مفيش مشكله براحتكم، ده حاجه ترجع لكم، بس انا بفضل ان انا اغسله الاول وانشفه وبعد كده اقوم مخزناه. تمام. الطريقه سهله وبسيطه وما شاء الله جربوها وهتعجبكم. كده احنا لفينا اهوتي، هنخلص بقى كل الكميه بتاعتنا وهوريكم بقى في اخر الفيديو بعد تخزين اكتر من سنه هتلاقوه اخضر زي ما هو. ده ورق العنب اللي انا مخزناه اكتر من سنه اهوتي زي ما انتم شايفين. انا طلعت لكم من الفريزر عشان اوريه لكم. شايفين اللون بتاعه اخضر زي ما هو، والله العظيم اللون بتاعه اخضر زي ما هو. في ناس بتقول لكم لا احنا بنخزنه بالطريقه دي بيطلع اسود، لا مش عارفه. لا يا جماعه، اهم حاجه لما تخزنوا ورق العنب لازم يكون ناشف، ما يكونش عليه نقطه ميه علشان ما يسودش منكم. قبل اي حاجه بقى عايزه اقول لكم بقى فين اللايك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو والشير، لان الشير ده اللي بيرفع من الفيديو بتاعه، بيخلي الفيديو بتاعي الفيديوهات بتاعتي تتشاف. اقول لكم دمتم بخير وفي رعايه الله، وان شاء الله استنوني في وصفه جديده وفيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.